اهلا بيكم معانا في حلقه جديده وتك زرار. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الادجستمنت لاير. ايه هي الادجستمنت لاير وازاي نقدر نستخدمها؟ تعالوا نشوف ده مع بعض. طيب في البدايه كده خليني اقول لك ايه هي الادجستمنت لاير. الادجستمنت لاير هي عباره عن طبقه او لاير بيأثر على التصميم بتاعي، ولكن بدون ما يغير اي حاجه في طبيعه التصميم او في اصل التصميم. طيب ازاي يحصل ده؟ يعني مثلا انا عايز اغير لون التصميم او لون جزء معين في التصميم. بعمل ايه؟ بروح عامل طبقة adjustment layer وابدأ اغير في لون الجزء اللي انا عايز اغيره. ولو اللون اللي انا غيرته او اللاير اللي انا عملته ما عجبنيش فيه حاجة، اقدر اشيله، امسحه بكل سهولة من غير ما يأثر على اصل التصميم عندي تحت. ازاي نعمل ده؟ تعالوا مع بعض نروح على الفوتوشوب ونشوف هنعمل ده ازاي. في البداية كده احنا فتحنا الفوتوشوب بالمنظر زي ما انتم شايفين، وعايزين دلوقتي نبدأ نشوف ايه هي الادجستمنت لاير. في البداية خليني اقول لك ازاي اصلا تقدر تجيب الادجستمنت لاير. تعالى كده في الاول هقول لك طريقتين. الطريقة الاولى هو ان انا ادخل في لاير، في هنا عندنا قايمة اسمها لاير، وهبدأ أنزل لتحت بالسهم هلاقي حاجة عندي اسمها نيو ادجستمنت لاير. دي الادجستمنت لايرز اللي موجودة عندي وهبدأ أختار منهم. طيب إيه هي الطريقة التانية؟ الطريقة التانية ببساطة إني هاجي هنا في الفوتوشوب من تحت من أقصى اليمين، هلاقي عندي علامة دايرة نص أبيض ونص أسود. بمجرد ما أضغط عليها هيروح فاتح لي برضو القايمة بتاعة الادجستمنت لايرز، واقدر بقى اشوف اللاير او الادجستمنت اللي انا عايز اعملها على التصميم بتاعي وابدا اشتغل عليها. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف الادجستمنت لاير دي واحده واحده وبتعمل ايه. خلينا نمشي بالطريقه اللي هتبقى في البدايه الناس سهل عليها ان هي تعرفها. تعالى كده هنروح داخلين على لاير نيو ادجستمنت لاير، وهنختار اول حاجه عندنا اللي هو برايتنس اند كونتراست. هندوس كده هيروح فاتح لي برايتنس اند كونتراست لاير رقم 1. هروح ضاغط له اوكي. زي ما انت شايف اللاير ما عملش اي تأثير لسه، لان انا ما حركتش او ما لعبتش في الاعدادات بتاعته، او ما حركتش السلايدرز بتاعه اللاير ده. زي ما احنا شايفين نزل اللاير عندنا في طبقة فوق التصميم. تعالى كده مع بعض نشوف اول لاير او اول adjustment لاير اللي هو البرايتنس اند كونتراست ده بيعمل ايه. تعالى كده هنيجي في سلايدر مكتوب عليه برايتنس وسلايدر تاني مكتوب عليه كونتراست. من اسمه كده بيبين لك ان هو بيتحكم في الاضاءة والتباين بتاع الصورة. طيب تعالى كده ما نشوف نقدر نعمل ده ازاي. هنحرك السلايدر لناحية اليمين هيبدأ يزود لي الإضاءة بتاعت الصورة. هنحركه ناحية الشمال هيبدأ يقلل الإضاءة بتاعت الصورة. وكذلك الكونتراست، هنحرك ناحية اليمين هيبدأ يزود التباين ما بين الأماكن الغامقة والأماكن الفاتحة في الصورة. ولو بدأنا نتحرك ناحية الشمال هيبدأ يخلي الموضوع ضبابي شوية، لأنه بيقلل هنا حدة التباين ما بين الشادوز وبين اللايتس او بين الاماكن الفاتحه والاماكن الغامقه. تعالوا بقى ندخل على الادجستمنت لاير التاني. هنيجي مثلا هنا وهنروح برضو دايسين لاير نيو ادجستمنت لاير، ندخل على الادجستمنت التاني اللي هو ليفلز. الليفلز بتشتغل نفس الطريقه بتاعه البرايتنس اند كونتراست ولكن بشكل متقدم شويه. طب ايه الفرق؟ الميزة في الليفلز او في الكيرفز اللي احنا هنشرحها بعد كده ان انا مش بس بقدر اتحكم في الاضاءة، لا انا بقدر كمان اتحكم في كل لون لوحده. لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا اي لون عندي بيتكون من 3 channels اللي هو الريد والجرين والبلو، احمر واخضر وازرق. دول ال3 الوان الاساسية اللي بيكونوا لي اي لون. تمام؟ طيب
تعالى كده خلينا نفهم ايه السلايدرز اللي موجودة والنقط اللي موجودة دي. اول حاجة عندي هنا دي كده، لما ابدأ احركها ناحية الشمال بتبدأ تزود لي المناطق الفاتحة زي ما احنا شايفين. لو رجعت تاني ناحية اليمين بتقلل المناطق الفاتحة. طيب يبقى انا عندي ده السلايدر اللي على اليمين مختص باللايتس، اللي على الشمال مختص بالشادوز، او مختص واحد مهمته الفواتح وواحد مهمته الغوامق. يعني تعالى نجرب، هنحرك ده كده. بص لما بحركه ناحية اليمين بيبدأ يزود لي الداركنس او بيزود لي الاماكن الغامقة في الصورة. طيب في عندي هنا كده سلايدر في النص، ده اللي هو الميد تونز، ده بيتحكم في المناطق اللي بين الفاتح والغامق. طيب تعالى كده نشوف ده بيعمل كده ازاي. لو انا جيت حركته هنا ناحية الفاتح يبقى هو بيسحب الإضاءة من الصورة وبيزود الأماكن الغامقة. لو جيت بدأت أحركه ناحية الشمال يبقى هو هنا بيزود لي المناطق الفاتحة، ولكن هو بيزود ما بين الفاتح والغامق بنسب متساوية. ايه بقى بتقدر تعمله تاني الليفلز؟ لو جينا هنا هتلاقيه عندك عامل اول اختيار اللي هو الار جي بي، يعني هو كده بيتحكم في جميع الالوان مع بعض، في الثلاث الوان مع بعض. ولكن انا ممكن اختار لون محدد من الالوان دي هو بس اللي اتحكم فيه، وليكن مثلا خليني اتحكم في اللون الاحمر. هاجي هنا وهبدأ اتحكم في الاحمر بتاع الصورة. بص لما بتحرك يمين وشمال بيبدأ يتغير عندي اللون. بص بالمنظر ده، انا هنا بتحكم في الاحمر في الهايلايتس، تمام كده. السلايدر ده بيتحكم لي في الاحمر في الشادوز، مش في الهايلايتس يعني في الاماكن الغامقة. السلايدر ده بيتحكم لي في الاتنين، الاماكن الغامقة والاماكن الفاتحة. تعال ندخل على الادجستمنت لاير اللي بعد كده. هندوس برضو لاير نيو ادجستمنت لاير، هندخل على كيرفز. برضو بيفتح لي الادجستمنت لاير بالمنظر ده. عندي الشادوز، عندي الهايلايتس، وعندي الميد تونز. الكيرفز والليفلز بيعملوا زي بعض بالظبط، يعني نفس المهمة اللي بتتعمل هنا هي اللي بتتعمل هنا، ولكن في الاول وفي الاخر الموضوع بيرجع حسب استخدامك انت، تمام كده. يبقى لو جينا مثلا جربنا هنا برضو هنجرب زي ما جربنا في الليفلز ريد. هتيجي تشوف هنا هيتحكم في الريد سواء بالبلس او بالماينس، سواء بالاعلى او بالاقل. يعني لو انا بقلل نسبة الريد هتلاقي نسبة الاخضر عندي بتزيد، لو انا بزودها هتلاقي نسبة الاخضر بتقل، تمام كده. ودي هنعرفها برضو مع بعض في الالوان بعد كده واحنا ماشيين في الحلقات بتاعت الفوتوشوب لما ندخل شوية اكتر في التطبيق العملي. انا في عندي هنا جنب كل adjustment layer في عندي مربع ابيض. ايه هو المربع الابيض ده؟ المربع الابيض ده اسمه اللاير ماسك. ايه اللاير ماسك وايه فايدته؟ اللاير ماسك ببساطة انا بقدر اشيل اماكن او اخلي اماكن معينة ما يبقاش عليها تأثير، او العكس، انا اقدر من خلاله احدد اماكن معينة بس في التصميم هي اللي التأثير يتعمل عليها. طب ما تيجي نشوف بنعمل ده ازاي. وليكن مثلا انا هاجي هنا هخليها ار جي بي وهروح مقلل الشادوز كده. خد بالك هو كده اللاير عندي اثر على التصميم ككل. طب ما تيجي كده هندوس على الفرشة ونبدأ نقلل السايز بتاعها شوية، ونجرب مثلا ان احنا نتحرك على العنصر نفسه او على سبايدر مان بقى بمعنى اصح. بص خد بالك اللي بيحصل ايه. الاماكن الغامقة اللي في الصورة لسه زي ما هي ما عدا اللي انا بلون عليها. طيب خليني كده اقول لك حاجة بسرعة واحنا شغالين. دايما اللاير ماسك طول ما هو ابيض معنى كده ان الادجستمنت لاير ده ظاهر
او بيأثر على الصورة ككل او ظاهر ككل. ولكن اللاير ماسك لو بقى اسود يبقى هو الادجستمنت لاير ده شغال، ولكن مش هيظهر منه غير اللي انا هلون بالفرشة عليه. تعالوا كده نشوف مع بعض ده ازاي. خلينا مثلا هنا هندوس على لاير جديد، نعمل نيو ادجستمنت لاير جديد، وليكن مثلا هنيجي على الهيو اند ساتوريشن. تمام كده، احنا دوسنا على هيو اند ساتوريشن. بص معايا هعمل ايه. انا مثلا جيت هنا رحت مزود الساتوريشن بتاع الصورة كلها. خد بالك بمجرد ما ادوس كنترول اي هو عكس لي اللاير ماسك بتاعي، يعني حوله من حالة الظهور لحالة عدم الظهور. يعني دلوقتي انا فعال عندي الادجستمنت لاير بتاع الساتوريشن، ولكن مش ظاهر عندي الفعالية دي الا لما ابدأ اتحرك بالبرش على الماسك نفسه. طيب خليك كده عارف قاعدة، ان طول ما الماسك عندك بلون اسود لازم هتتحرك عليه بالبرش ما تكون لونها ابيض. يعني هنيجي هنا هنلاقي عندنا في المربع اللي على الشمال ده ان انا اقدر اغير البرش بتاعتي من اللون بتاعها من الاسود والابيض، دول الديفولت او دول الاساسي بتاعنا. بغير ازاي؟ بالاكس. بدوس اكس كده بيروح مختار لي الابيض، بيخلي الفور جراوند هو اللون الابيض والباك جراوند هو اللون الاسود. لو دوست اكس مرة تانية هيرجعه للاسود. طيب انا دلوقتي عندي اللاير ماسك باللون الاسود، يبقى انا هعمل ايه؟ هلون عليه باللون الابيض. طب ما تيجي كده نشوف. هروح ضغط اكس وابدأ الون باللون الابيض في المكان اللي انا عايز الادجستمنت لاير ده يظهر فيه بس. تعال هنعمل ده ازاي. هاجي هنا، خد بالك الادجستمنت لاير او اللاير ماسك انا اسف لونه اسود والفرشه عندي لونها ابيض. طب تعالى بقى كده نشوف هنعمل ايه. هنيجي مثلا هنا وهنروح ملونين كده، واخد بالك بيبدأ يظهر عندي على الاماكن اللي انا بلون فيها بس، اما باقي الاماكن ما بتتأثرش الا لما باجي الون بالفرشه عليه. وزي ما قلت لك علشان تعكس اللاير ماسك بتدوس كنترول اي، بندوس كنترول اي. طيب تعالى كده مثلا هنجرب نعمل حاجة تانية. هنقف شوية هنا عند اللايرز او الادجستمنت لاير بتاع الهيو اند ساتوريشن، علشان ده احنا ممكن نعمل بيه شوية حاجات كده لو احنا بقى عايزين نغير في الوان الصورة، نغير في لون معين، الكلام ده كله. تعال نشوف ده هنعمل مع بعض ده ازاي. احنا عملنا كده اول adjustment layer للهيو اند ساتوريشن. انا هنا عايز اتحكم في لون معين من الالوان، مش كل الالوان مع بعض. هلاقي عندي هنا حاجة مكتوب عليها او المربع ده مكتوب فيه ماستر. ماستر ده يعني انا بتحكم في كل الالوان مع بعض بنفس النسب. يعني انا لما بقلل كده الصورة بتقلب معايا ابيض واسود، لما بزود بتقلب معايا الوان. تعالى هنا هختار مثلا الريدز، ان انا هتحكم في الالوان الحمراء بس. تعالى كده نشوف مع بعض. لو جيت اقلل هنا بص اللي بيتأثر معايا اللون الاحمر وباقي الالوان زي ما هي. طيب هو ده بيأثر في ايه؟ بيأثر في التشبع اللوني بتاع اللون، وبيأثر كمان في اللايتنس بتاع اللون، في الإضاءة بتاعة اللون. يعني أقدر أخليه غامق أو أقدر أخليه فاتح. طيب هو ده بس اللي أنا بعمله؟ لا، أنا ممكن كمان أغير الهيو بتاعة اللون للون تاني. يعني أنا مثلا دلوقتي واقف على الريدز، بص لما أنا أجي على السلايدر بتاع الهيو ده هيحصل إيه؟ خد بالك اللون بيتغير معايا إزاي، وما بيأثرش غير على الألوان الحمراء اللي في الصورة، اللون الأحمر اللي في الصورة. الألوان التانية لو فيها نسبة من الأحمر هتلاقيها بتتأثر، ولكن بنسب أقل من اللون الرئيسي.
تمام كده. يبقى زي ما احنا شايفين انا بقدر اتحكم في كل لون لوحده. طيب ده انا ممكن اعمل بيه ايه؟ انا ممكن اعمل بيه حاجات كتير. الناس اللي بتشتغل مانيبيوليشن او الناس اللي بتشتغل دمج هتكون فاهمه الكلام اللي انا بتكلم فيه ده شويه. طيب تعالى كده مثلا انا هنا عايز اتحكم في اللون الاحمر بس. هاجي هنا على اللون الاحمر واقلل الساتوريشن مثلا بتاعه. هاجي هنا هروح عامل لاير نيو ادجستمنت لاير، وهروح عامل هيو اند ساتوريشن ادجستمنت لاير كمان. وهاجي هنا هختار لون غير اللون الاحمر، وليكن مثلا هختار بلوز. هختار المناطق او الالوان الزرقاء اللي في الصورة، وهاجي على الساتوريشن بتاعها هنا وهروح مزوده. خد بالك هاجي كمان على البرايتنس مثلا بتاعتها واروح مقللها شوية، او ممكن اغير لونها خالص من الازرق اخليه اي لون تاني وليكن كده. تمام. وهكذا عندك لو عايز تغير كل لون على حدة ابدأ اعملها على كل adjustment layer لوحده، لان انت لو جيت تعملها على adjustment layer واحد هتلاقي الدنيا لسه معاك مش متظبطة او مش هتقدر تتحكم في كل لون لوحده قوي. فخلينا دايما لما نعملها نعمل اللايرز منفصلة علشان يبقى التحكم عندي سهل. وفي نفس الوقت لو انا في لاير منهم حصل فيه مشكلة او ما عجبنيش اللي انا بعمله فيه اقدر اشيله بسهولة او امسحه بسهولة. طيب تعالى ندخل على adjustment layer تاني ونشوفه. new adjustment layer، وهنختار مثلا vibrance. الفايبرنس برضو بيتحكم عندي في الفايبرنس في الالوان هو والساتوريشن. ولكن ايه الفرق بين الفايبرنس والساتوريشن؟ الفايبرنس بيتحكم في الالوان بنسب معينة. تمام، يعني الاتنين نفس الوظيفة، ولكن الفايبرنس بيتحكم في الالوان بدون ما يأثر على السكين تون او اللي هي الالوان بتاعة البشرة. يعني ما بيأثرش في الاحمر والاصفر بنفس درجة الساتوريشن، لكن الساتوريشن بيغير الالوان تماما، يعني بيقدر يزود الالوان بنسب عالية او يقللها بنسب عالية. خلينا نجرب adjustment layer تاني. هنيجي ندوس هنا new adjustment layer ونختار color balance. ايه الكالر بالانس؟ الكالر بالانس ده من اسمه كده يعني توازن الالوان. لو انا بعمل دمج لصورتين معينين وعايز اوفق الالوان بتاعه العنصر مع الالوان بتاعه الخلفيه، هو ده اللي بيعمله الكالر بالانس. طيب الكالر بالانس بيقدر يتحكم لي في الهايلايتس والميد تونز والشادوز، الالوان بتاعه المناطق الفاتحه والالوان بتاعه المناطق الغامقه والالوان بتاعه المناطق الجراي اللي هي ما بين الفاتح وبين الغامق او المناطق الرماديه زي ما بنقول. تمام كده. دايما احنا بنستخدم ده زي ما قلنا علشان نبدأ نوفق الالوان بتاعه الصوره تبقى قريبه من بعض، زي كده ما بيقولك الصوره واخده تون واحد. طيب بنعمل ده ازاي؟ وليكن مثلا العنصر اللي عندي اللون الازرق فيه زايد شوية والخلفية فيها اصفر شوية، مايلة للاصفر شوية. بنعمل ده ازاي؟ هنيجي هنا على السلايدر بتاع الاصفر والازرق. احنا دايما عندنا عشان تبقى انت عارف ان الالوان بتتقسم كالتالي RGB، ولو الوان طباعة بتتقسم CMYK. طيب عشان تعرفها كده بالبلدي، الازرق قصاده اصفر، والاخضر قصاده ماجنتا او اللي هو اللي بنقول عليه البنفسجي، الاحمر قصاده السيان او السماوي. تمام كده. دايما لما بتقلل لون بيزيد اللون اللي قصاده. خليك دي دايما قاعدة عارفها، لان انت لازم تبقى عارف الحاجات دي في الالوان كويس قبل ما تشتغل. الحاجات دي هنشرحها في الحلقات اللي جاية مع بعض، ولكن خلينا نرجع لحلقتنا دلوقتي نكمل نشوف احنا بنعمل ايه. طيب وليكن مثلا انا عايز اعدل اللون السماوي ازوده في الصورة شوية. هاجي هنا وهبدأ اتحرك بالسلايدر ناحية السيان زي ما انت شايف. بص الاحمر بيقل
واللون السماوي او اللون اللبني بيزيد. هاجي مثلا هنا انا عايز اقلل نسبة الاخضر شوية، هاجي هقلل الاخضر وهزود الماجنتا بالمنظر اللي انت شايفه ده، وهكذا مع كل لون من الالوان لحد ما تظبط الصورة معايا، الالوان تبقى بالانسد، الالوان تبقى مظبوطة مع بعض. طيب خلينا ندخل على adjustment layer تاني. هنيجي على layer new adjustment layer ونختار black and white. البلاك اند وايت من اسمه وهو زي ما انت شايف بيحول لي الصورة من الوان لابيض واسود. طب هو بيعمل كده بس؟ لا، هو كمان بيتحكم لي في التشانلز بتاعت الصورة، يعني بيتحكم في الاحمر، الاضاءة بتاعت الاحمر والاضاءة بتاعت الاصفر والاخضر والالوان اللي موجودة الباقية في الصورة. طيب بيحصل ده ازاي؟ زي ما انت شايف كده، بص انا مثلا هنا قفلت الاحمر الاضاءة بتاعته. لو عايز تيجي تشوف، تعال بص مثلا حول الادجستمنت لاير او حول البلاك اند وايت لاير ده لاي بلندنج مود غير النورمال. تعال مثلا نغيره، هنقول للاوفرلاي، وبص التحكم بتاع اللون الاحمر لوحده هيبقى عامل ازاي. شايف انا بقدر اغمقه او افتحه، وكذلك الاصفر. يبقى انا هنا مش بس بقدر احول الصورة من الوان لابيض واسود، لا انا كمان بقدر اتحكم في الاضاءة بتاعت كل لون على حدة، ودي برضو بنعملها او بنلجأ لها لما بنيجي نظبط الالوان في الصور اللي احنا بنعمل لها دمج في المانيبيوليشن. طيب تعالى ندخل نشوف adjustment layer تاني. هندخل عندنا هنا على الفوتو فلتر. الفوتو فلتر لاير او طبقة بتديني تون للصورة ككل. يعني انت لو خدت بالك هو هنا مختار لي اللون الاورنج او البرتقاني. طب ما تيجي كده نغير، نخلي اللون مثلا ازرق ونشوف الصورة التون بتاعها كله هيتغير ازاي. الحاجات دي كلها بتنفع لما بنيجي نعمل اعلانات او سوشيال ميديا بوست او مانيبيوليشن. الحاجات دي كلها بتدي تون وبتدي كالر جريدنج للصورة، وده مع الممارسة هتبدأ تعرفه واحدة واحدة. تعالى كده نشوف مع بعض. ال ال لما بتحرك السلايدر ده يمين او شمال، بص بيزيد معاك الدرجة بتاعة الفلتر اللي انت عامله. عندك هنا كمان ممكن تدوس على فلتر، فيه فلترز جاهزة اصلا، في الورمنج فلتر، في بعد كده بقى السيبيا اللي هو اللون بيبقى بيديك شكل قديم شوية او فيلم قديم شوية زي ما انت شايف بالمنظر ده. عندك بقى كولينج فلتر، عندك فلترز كتير قوي تقدر تتحكم فيها وتطلع بقى باللون والشكل اللي انت عايزه. تعال نشوف عندنا adjustment layer تاني. هنيجي مثلا على channel mixer. التشانل ميكسر ده باين كده من اسمه ان هو بيعمل لي ميكسنج بين الالوان زي ما احنا. خلينا نشوف كده مع بعض. بص انا هنا بتحكم في الاحمر بتاع الصورة، بتحكم برضو كذلك في الاخضر بتاع الصورة. كل الحاجات دي بيبقى ليها استخدامات معينة، يعني انا ما بستخدمهاش على الفاضي والمليان او ما بستخدمهاش طول الوقت. انا مش كل الادجستمنت لايرز هستخدمها، انا كل تصميم عندي له حاجات معينة هستخدمها فيه وفي حاجات تانية ما تنفعش. فعشان كده انت لما تعرف كل adjustment layer استخداماته ايه، وده هيحصل مع الممارسة. يعني مهما سمعت او مهما حد شرح لك، عمرك ما هتعرف الحاجات دي وظيفتها ايه الا مع الممارسة. تعالى كده خلينا نكمل باقي الادجستمنت لايرز علشان بس الحلقة ما تطولش مننا، لان الموضوع بيزيد في الشرح واحدة واحدة. طيب layer new adjustment layer، هندخل على color look up. color look up دي حاجة فاني كده شوية للناس اللي بتحب تعمل فلترز وبتعمل تونز للصور بتاعتها. تعالى كده نبص مع بعض. بيغير عندي الصورة بالشكل اللي انت شايفه ده، فلاتر جاهزة بمعنى اصح.
يعني احنا بنسميه اليومين دول فلاتر جاهزة، وبقدر اتحكم فيها. طب انا بتحكم بيها ازاي؟ انا ممكن ادوس على اي واحد كده وابدا اتحرك بالسهم فوق او تحت. يعني السهم بتاع الكيبورد بتحرك فيه فوق او بتحرك بيه تحت، بيبدا يغير معايا الفلتر زي ما انا عايز. هندخل بعد كده على حاجة كمان adjustment layer، وهندخل على في بقى عندنا الانفيرت والبوسترايز والثريشولد gradient ماب والسلكتيف كلر. الحاجات دي بنستخدمها اكتر لما بنيجي نظبط الوان صورة او نظبط اضاءة صورة، ومش دايما بنستخدمها. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم احمد المسلمي وتك الزرار. دمتم بخير.